السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ انا معاكم هنا جاية النهاردة اسير الجدل اللي هو بيقول ان حلل التيفال، طبعا كلنا عارفين ان حلل التيفال لما بتقشر او بتتخربش او بيحصل فيها اي خدوش بيقولوا انها مش صحية وانها ربنا يعافينا ويعافيكم بتسبب امراض خطيرة ولازم اننا نتخلص منها. فطبعا دلوقتي الطقم علشان اجيب الطقم التيفال بشيء وشويات، ودلوقتي 5 و6 و7 آلاف جنيه، فبتبقى حاجات ارقام خيالية خالص. فمجرد ما يتخربش ينقر كده معايا ويلون او يتخربش شوية مطلوب مني اني ارميه. الحقيقة ان الفكرة ديت كانت بعيدة قوي عني. يعني ازاي انا جايبة طقم بقد كده وبعد كده هرميه؟ طب ما انا افكر في حاجة تانية، اني استخدم الطقم ده بطريقة تانية وتكون صحية، اني ارجعه ألمونيا تاني. طب ازاي ده حصل بقى؟ هقول لكم. كان عندي يا جماعة الطقم بتاعي كان الحلل كلها نفس الموضوع ده، بس كانت كلها متخربشة. يعني كانت يا دوبك هنا في الجوانب كده اسمر. للاسف انا ما صورتهاش في الاول قبل ما اعملها، لان ما كنتش اعرف ان الموضوع هينجح معايا وهنزله. فهو فعلا انا ما كنتش متخيله، فكنت لسه بجرب. حتى جوزي هو اللي عملها، الله يبارك له. احنا كان الموضوع ان كان عندنا صاروخ اللي هو عادي خالص اللي كل الناس بتشتغل بيه، او اللي هو الشنيور اللي هو يا جماعه يعني بيخرم في الحوائط والحاجات ده، يعني عادي بس بيبقى له كذا وش يعني. المهم راح جوزي، انا قلت له ما ينفعش الحلل ديت اننا نجددها او ان بدل ما ارميها نرجعها ألمونيا تاني، ما فيش فكره ليها. فراح الله يبارك له جاب لي فرشه كده. هبقى ان شاء الله احاول احط لكم الصوره بتاعتها، لاني برضو للاسف رميتها. بس ده والله اللي حصل. راح جاب فرشة وركبها على وش الشنيور كده، وبدأ انه يكحت في الحلل. كانت كلها بقى يعني زي ما احنا بنشوفها كده كلها كانت زي كده. بس ده كان كتير جدا يعني على الاطراف والجوانب. ده كان التاكل في الحلل عندي، ولكن معظمه كانت متخربشه يعني متبهدله. فبدأ انه يكحت فيها كلها. ودي يا جماعه تيفال اهي، بصوا هي تيفال يعني اهي. هي تيفال اهي، ما عملناهاش من بره ولا اي حاجه برضو. بالشكل ده كانت، بالشكل ده. فمن جوه بقى كان اسود متخربش خالص. المهم هي اخدت وقت ومجهود فعلا. الحاجات اللي عندي دي كانت برضو نوع من الصواني، برضو اللي هي الصواني اللي عندنا برضو الحمرة دي كانت برضو تيفال. برضو انا ما بعملهاش من بره طبعا لانها بره مش هتضرني في حاجة. فعملناهم من جوه بس، ورجعناهم ألمونيا تاني زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الموضوع يعني بياخد مجهود شوية، وكحت كحت كحت بقى ايه. فالدنيا كانت خدت وقت شوية، بس الحمد لله النتيجة كانت مرضية. ودلوقتي بستخدم الحلل وبعملها معاملة الألمونيا، ومش بخاف منها ولا بقلق منها خالص زي ما انتوا شايفين. كانت متخربشة ومتبهدلة، كنت مضطرة اني ارميها، بس فكرت في الفكرة دي والحمد لله نجحت معانا. فقلت اني افيدكم بيها بحيث ان ممكن اي حد يستفاد ويرجعها ألمونيا. طبعا الطاسه ديت هي اللي باقيه من الطقم اللي انا ما عملتهاش. الحقيقه كان كله كده يعني ومتبهدل بالمنظر ده، او ما كانش كده كمان. كان كلنا عندنا الحلل يعني متخربشه. ده كان اتهالك معايا خالص فعلا، وكنت هرميه. ولكن ربنا الهمنا بالفكره ديت وعملناها. فحبيت اني اقول لكم عليها. اللي هو يا جماعه الجهاز اللي هو الصاروخ او الشنيور ده بنركب له اللي هو فرشه بتبقى ألمونيوم كده. هحاول انزل لكم صورتها لاني للاسف رميتها برضو. وهوريكم يعني اي حد بقى طبعا بيكون خبير بيعرف يشتغل بالبتاع ده او بالجهاز ده، وبيحط بس بيركب الوش وبيفضل يكحت كل السواد اللي جوه لحد ما بيلمعها ويخليها ألمونيوم. بتكون فرشة بتقولوا للمحل اللي انتوا رايحين منه. طبعا بتكون في محلات اللي هي بتاعت البويات والادوات الصحية والمواسير والحدائد والبويات والحاجات دي يا جماعة. بتبقى فرشة، اقول له مثلا فرشة تلميع
فرشة تلميع معادن. انا ان شاء الله هحط لكم صورتها يعني، وبتكون في حدود 60-70 جنيه. الفرشة ديت مش غالية قوي، وبس بتتركب كده على ليها مكان في الوش بتاع الشنيور، بس بيكون طبعا حد بيعرف يشتغل على الشنيور. وبنفضل بقى نكحت 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 كده رايح جاي في كل الاماكن اللي انا شايفاها سودة، علشان نزيل الطبقة اللي موجودة فوق الألمونيا ديت، وبتكون بالشكل اللي انتوا شفتوه ده زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، حبيت افيدكم بيه. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.